بنتي انا تعبانه وجعانه، ما تقوم اختي تحضري اللقمه كلها. لقمة ايه وبتاع؟ انت مجنونة. حما طلبت الطعام من زوجة ابنها واللي عملته الزوجة محدش يتوقعه. قبل ما نبدأ كلنا نصلي على النبي. ارجع الشغل بكره باذن الله. يعني شويه مشاكل كده لازم تتحل الاول وبعدين هنرجع تاني للشغل. طيب تمام. مصطفى، كنت عايزاك في موضوع مهم جدا. ايه هو الموضوع؟ بصراحة كده يا مصطفى، يعني بدون مقدمات ومبررات، أنا معجبة بيك قوي وبدماغك، مش زي الغبي جوزي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايه؟ انت مرات اخويا وزي اختي، الكلام ده لو اتكرر مره تانية هتزعلي مني. معلش انا اسف ان انا انفعلت في الكلام، لا ولا يهمك. بس ممكن نأجل الكلام اللي انت قلتيه ده، يعني يكون بره البيت هيكون افضل. عندك مشكلة في كده؟ يا ريت. خلاص تمام، هكلمك اظبط مكان نتقابل فيه بره البيت. اوكي. اسف لو اتعصبت عليك. مفيش أي حاجة. بقول لك ايه، صح؟ نعم. خلي بالك من ماما عشان هي تعبانه لحد ما تعدي الفتره دي. طب في عينيا الاتنين. عارف انك قدها وقدوم. لا اله الا الله محمد رسول الله. ماما قال. محمد، ايه يا ديش عامل ايه؟ انت عاوز ايه، محتاج فلوس ولا ايه؟ لا، في موضوع مهم حابب اتكلم معاك فيه. قول يا حبيبي اخوك. مراتك النهارده الصبح اتكلمت معايا بطريقه مش لطيفه. ايه مش تحاسبي؟ ايه كلامك بطريقه مش لطيفه؟ مش قالت كلام مش كويس يا اخويا. شغلتك يعني؟ بص، مبدئيا كده هي بتتعامل مع امك بطريقه مش كويسه، وانا قلت لك الكلام ده بدل المره 10 وما صدقتنيش. يا مصطفى كلام حريم في الاول وفي الاخر يعني. طيب مراتك النهارده الصبح قالت لي انها معجبه بيا وانها ما بتحبكش وكلام غريب من النوع ده. حرام عليك انت اللي تحاسبي. احسب ايه وبتاع ايه بس القرف ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ما فيا ده؟ روقتيش الشقة ليه؟ ها؟ روقي الشقة يا حبيبتي، يلا روحي تعبانة. روقي الشقة. تعبانة؟ روقي الشقة، يلا امشي. انت شقه ايه اللي هروقها؟ امشي يلا. عايزه توقعيني؟ ايه القرف ده؟ انت اتجننت ولا ايه الكلام اللي بتقوله ده يا مصطفى؟ محمد والله اللي انا بقوله لك ده حصل. خطرش يا اخويا. محمد انا اخوك، ايوه. انا عمري ما اكدب عليك. انت عارف انت كده بتتكلم في عراض. يعني ايه معجبه بيك؟ مش فاهم. هي قالت الكلام ده، ولو حابب اسمعك الكلام ده بودانك انا هعمل كده. مصطفى انت شكلك اتجننت يا مصطفى. انا ما اتجننتش، انت اللي اتجننت ومش عاوز تسمع لحد، ودايما شايف انها صح، ودايما شايف انها ست مفيش زيها. ايوه مفيش زيها. يعني كلام امك غلط وكلام اخوك غلط، احنا الاتنين كدابين وهي اللي صادقه. اثبت لي. هثبت لك، عايزك تثبت لي يا ابن امي وابويا. هثبت لك. عارف لو غلطان ممكن اعمل فيك ايه؟ تعمل ايه؟ عشان اللي بيثبت حاجه بيبقى في دليل وبرهان. انت ولا معاك دليل ولا معاك برهان. عايم على عم امك يا ابن امك. سلام يا حالتها. بكره الساعه 6 خليك تشوف كل حاجه باينه. فين المكان؟ هرن عليك واعرفك المكان. تعالى كده شويه. تمام زي الفل كده، اثبت بقى على كده. مصطفى، طيب انا راجع لكم تاني. اخبارك ايه؟ وحشتني. على طول كده؟ على طول كده. انت عارفه ان انا مش واخد لسه على الكلام ده، وبعدين كنت بتقولي ان في كلام كتير حابه تتكلمي فيه، ايه هو بقى؟ كنت عايزة اقولك هي معجبة بيك من زمان، قبل ما اتجوز اخوك، وبصراحة كده انا اخوك ده ما بينزليش من زور. نعم وطيب وحاضر، ملوش شخصية اصلا، لكن انت كاريزمة ايه وبتاع ايه. في فرق شاسع جدا. هو فعلا ما عندوش شخصيه. شفت بقى؟ انت اخوه هو
وبتقول ان هو ما عندوش شخصيه. طيب بقول لك ايه، نعم. وبمناسبة الكلام الحلو اللي انت قلتيه ده، انا كنت محضر لك مفاجأة حلوة قوي بجد؟ هتعجبك جدا. مفاجاه؟ بس هي فين؟ ممكن تغمضي عينك؟ غمض عيني بس كده. غمضت. افتح غمضي عينك ها. يا مصطفى. ثواني. افتح ولا لسه؟ فتح. آه. ها؟ ده مصطفى هو قاعد بقالي ساعة بسمع مصطفى مصطفى اللي عايزة كاريزما وعايزة. معلش يا اخويا، كنت عايز اوريك شوية حاجات كده عن المدام اللي انت بتثق فيها، اللي انت بتقول ما فيش ست زيها. اتفرج. يا بنتي انا تعبانه وجعانه، ما تقوم اختي تحضري اللقمه كلها. لقمة ايه وبتاع؟ انت مجنونة؟ هلا حضري لي لقمة ايه؟ قومي انت حضري لي لقمة. يلا يلا قومي قومي يلا. انت مفتريه كده ليه؟ حرام عليك. هعد 1 2 3 وتقومي من قدامي. يلا اللي انت بتعمليه ده مفتريه. يلا. 1 2 3. انت ست ظالمة ومفترية. بايدي يا ابني. انت عارفة لو ينفع امد ايدي عليك كنت كسرت وشك، بس انا لازم اعرف اخويا اللي بيحصل ده. ما تقدرش يا مصطفى، وبعدين اخوك يا اخويا مش هيصدقك. ما ينفعش اصلا تقعدي دقيقة واحدة في البيت ده بعد اللي انت بتعمليه. والله انا ممكن دلوقتي اصوت واقول يا لهوي ضربوني وعوروني، وساعتها انا ممكن اعور نفسي عادي. هنشوف يا هدي. انت عارف ان هو بيحبني، بيعمل كل حاجه انا عايزاه. اثبت بقى ان انا بعمل كده في امك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما انت زي الفل اهو. امال ايه رجلي وعامله نفسك ما بتمشيش؟ تصدق يا مصطفى امك طلعت نصابه. انت بنت قلة الادب، انت ما لقيتيش اللي يربيكي. نعم انا بنت قلة الادب. والله ما اخليكي تقعدي لحظة واحدة في البيت ده، ويا انا يا انت. مصطفى ده بيتي يا مصطفى، بيتك؟ وانت اللي هتطلع بره. يلا بره. ده انا بكلمه واحده مني اخليه يطلقك. يطلقني مين يا حبيبتي؟ انتي وهو انتوا في بيتي تمام، واتفضل يلا اطلع بره بره. انا هوريك الكلام ده. يلا يا ماما. حبي ايدك يا ماما. استني خدي العكاز يا حبيبتي معاكي. عكاز ابني يا اختي خليهولك بره. مصطفى خلاص. وانا قلت لك يا هدير هنفذ وعدي ومش هخليكي تعيشي فيها لحظة واحدة. مش حصل الكلام ده؟ خلاص بقى كفايه. هو فعلا هو كفاية. فعلا كفاية. انا اسفه. استاذنك اخويا تصفي امورك مع المدام. حبيبي انا هروح عشان امي وحشتني وحشنا اكلها. ايه بقى؟ يعني انت هتعيشي بقى وتكملي والكلام ده؟ بص يا تبقى مجنونة يا بنت. محمد محمد بالله عليك، محمد غلطه ومش هتتكرر تاني، والله ما هتتكرر تاني. يس، عايزة تمشي مع اخويا عادي كده قطط. احنا تمشي مع اخويا قطط وطلق هديه. محمد ما تخليش لحظه شيطان تاخدك وتخليك تهد كل حاجه. محمد انا بحبك على فكره. انت الشيطان يا هديه. خلاص كل حاجة انتهت. انا بس قبل ما تمشي حابه اقول لك حاجه. انا اخوك كنت بحبه قبل ما اتجوزك، وبجد انت اول ما جيت اتقدمت لي هو غير رايه. كنت اعمل ايه يعني؟ انا عايزه اقول لك حاجه، انت لو سبتني انت كمان انا هموت نفسي. عارف يعني ايه هموت نفسي؟ انا بحبه حب جنوني، بس انا خلاص اتغيرت والله، واوعدك ان انا هبعد عنه بس ما تسيبنيش لوحدي بالله عليك. تموتي تولعي في نفسك تقعدي مع القطط والكلاب. خلصت. انت طالق بالثلاثة يا محمد انا اللي عملت كل ده في نفسي.
انا مش لازم اعيش. كده نكون وصلنا لنهاية أحداث القصة، وده بيكون مصير أي زوجة بتفكر إنها تخون زوجها أو تفرق إخوات من بعض. يا ريت نوصل الرسالة دي لأكبر عدد ممكن من الناس. اعملوا شير، شجعونا على فعل الخير، واللي ينفذ يصلي على النبي ويكتب تم في الكومنتات.